اسمي ناهد. كنت مخطوبة لشاب بيشتغل مع بابا في عمل واحد، وفجأة مات والد العريس بعد الخطوبة، فاضطرينا نأجل كتب الكتاب والدخلة، وفضلنا بعد كده منتظرين انه يحدد لنا الميعاد. لكن مرت سنة من غير ما يفتحنا في حاجة. ان جيت له الحق انا كنت خايفة لحسن الموضوع ما يتمش، لغاية يوم من الايام رجع بابا من شغله وسمعته بينادي عليا: ناهد يا ناهد. نعم يا بابا. تعالي هنا يا اجمل عروسة في الدنيا. حاضر يا اجمل بابا في الدنيا. قولي لي بقى يا ست البنات. نعم. انت مكسلة ليه؟ يكونش العريس مش عاجبك؟ ابدا يا بابا عاجبني، ولو ما كانش عاجبني كنت قلت لك قبل الخطوبة. كده عفارم عليك. امين شاب كويس وله مستقبل. كفاية انه معاك في الشغل يا بابا. الله، لكن انا مكسلة في ايه؟ شايفك كده ماشية ببطء في توضيب حاجات البيت الجديد. انت مش عايزة تروحي بيت العريس؟ مكسوفة؟ بس يا بابا الله، انت بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ مش الفرح اتأجل عشان وفاة والده؟ ما خلاص بقى، ما فاتت سنة. طب واحنا هنعمل ايه؟ نعمل ايه ازاي؟ نستعد. وده معقول من نفسنا كده؟ مش العريس هو اللي يتكلم؟ طيب يا ناهد يا بنتي، من غير لف ولا دوران هقول لك على اللي حصل النهارده. حصل ايه يا بابا؟ الله صبرك عليا، استنى لما اقطع سيجاره. طيب بقى حصل ايه؟ خطيبك امين يا ستي طلب مني النهارده في الشغل تحديد ميعاد سريع لكتب كتاب والدفع. وبعدين يا بابا؟ الله، ولا قبليه قلت له احنا جاهزين وان شاء الله تقول بكره ما عندناش مانع. بكره ايه يا بابا؟ ده لسه في حاجات كتير ناقصه، والبعد يومين 3 معقول كده. على كل حال هو هيفوت علينا النهارده بالليل علشان نتفق على الميعاد النهائي. طب وافرض يا بابا انه طلب ميعاد قريب قوي، مش يدينا فرصه عشان نجيب الحاجات اللي ناقصه؟ فرصه ايه؟ انا مش هنام زي عادتي، هنزل دلوقتي معاكي وناخد خالتك وبقيه الطقم ونروح نبضع نجيب كل اللي ناقص في الجهاز. دلوقتي؟ ايوه امال دلوقتي. يلا بينا علشان نلحق نرجع قبل ما يجي امين. يلا. انت دايما تفاجئنا كده يا امين، مش كده يا ابني؟ افاجئكم ايه بس يا ماما؟ انت مش فاجئتنا بخطوبة ناهد، واديك النهارده جاي تفاجئنا بميعاد كتب الكتاب. هو ده وقته يا ماما؟ انا اجلت كتب الكتاب والدخله لحد المرحوم بابا ما كمل سنه. كفايه كده، هفضل معلق العروسه واهلها لحد امتى؟ يعني هي الدنيا طارت؟ بصراحه يا ماما ما اقدرش اجل اكتر من كده. ما تنسيش ان ابوها الاستاذ عبد العظيم معايا في الشغل وبتكسف منه. اياك هو اللي استعجلك؟ ابدا والله، الراجل ما اتكلمش خالص. انا اللي كلمته واتفقت معاه اديله كلمه نهائيه الليله، وهم من ناحيتهم جاهزين وموضبين كل حاجه. كنت فاهمه انا واخواتك انك بعد المرحوم ابوك هتصهين عن الموضوع ده وتسمع كلامنا. اصهين يعني ايه واسمع كلامكم في ايه؟ بقى مش سلوى اولى بيك، قريبتنا ومن دمنا. احنا هنرجع تاني للموضوع ده يا ماما؟ انا اللي هتجوز مش انتم، وانا اللي اختار عروستي. ثم خلاص انا اخترت ناهد وخطبتها من مدة وخلصنا بقى من الموضوع ده. طيب يا امين خلاص، الحق عليا اللي عاوز اجوزك واحدة تريحك، قريبتنا وتهودك وتسمع كلامك. يا ماما الكلام ده انتهى وقته، الخطوبة وتمت بقالها سنة وزيادة، ودلوقتي انا بكلمك عن كتب الكتاب. على كيفك يا امين. انا عاوز كتب الكتاب يكون بعد اسبوع بالكتير، ايه رأيك؟ خلاص زي ما انت عاوز، بس بقى الدخلة تأخرها شوية لحد ما نفضلك شقة في البيت. وليه؟ مش ضروري نقعد هنا في البيت، نشوف سكن في اي حتة. ازاي الكلام ده؟ يعني هتسكن بره؟ ايوه. ايوه ايه؟ يبقى عندنا بيت ملك وتسكن بره؟ الله، هو فيها ايه؟ انت جرالك ايه يا امين؟ عاوز تسيبنا لوحدنا؟ تسيب والدتك واخواتك البنات لوحدهم؟ هو احنا بعد موت الله يرحم ابوك بقالنا راجل غيرك؟ وهو انا هروح فين؟ هو انا يعني هسكن في بلد تانية؟ ماما عايزه ايه يا روحيه يا بنتي؟ تعالي. السكان اللي فوق عاوزين الوصل عشان يدفعوا الاجره اللي كانت متاخره. هو الوصل مش مع محمود البواب؟ لا انا كنت خدته منه، يبقى يجي ياخده. احسن عاوز تسيبنا علشان ننوص مع السكان وقضايا الورث. تسيبنا؟ انت عاوز تسيبنا يا امين؟ ايوه يا بنتي، قال ايه عاوز يسكن مع عروسته بره كده يا ابي؟
يعني هنبقى لوحدنا؟ اسمتنا كده يا بنت. يا ماما انت بتعيطي ليه بس؟ طيب وليه ما تقعدش معانا انت وهي؟ وبعدين معاك انت كمان يا روحية، هو في شقق فاضية في البيت؟ تقعد معانا لحد ما تفضى شقة، والشهر اللي بعد الجاي هتفضى شقة. هي دي الأصول، يا تأجل الدخلة يا تقعد معانا، وهي الشقة واسعة لحد ما نفضلك شقة. بس يا ماما أنا ما اتفقتش معاهم على كده. هي دي عاوزة اتفاق، العروسة تبع جوزها. والنبي يا أبي ما تسيبناش، خليك معانا. خلاص يا ستي هنقعد هنا الليلة، اروح اكلمهم ونرتب كل شيء. اهو كده يا ابني، ما تسيبش اهلك ابدا، ده المثل بيقول اهلك لا تهلك. جيت في ميعادك يا امين. اهلا 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 وسهلا. ده انت انستنا. ما انا مأنسك في الشغل. لا قعدة الشغل دي ما تنفعش. احنا يا سيدي لسه جايين من بره، جهزنا كل حاجة. ايه انت نويت على ايه؟ زي النهاردة كويس؟ كويس قوي، احنا جاهزين. لكن ناوي برضو على كتب الكتاب والدخلة مع بعض؟ ايوه مفيش داعي للتأجيل بقى. وشفت سكن؟ ما هو احنا هنقعد في البيت بتاعنا. ايه تلاميذة تقعدوا ازاي في البيت عندكم؟ ما هو حضرتك عارف ان انا اللي برعى اخواتي وماما من يوم وفاة المرحوم بابا. وانت لما تسكن بره ما انت برضه هتقدر ترعى شؤونهم. الله، طب وليه نسكن بره؟ ليه ازاي؟ علشان راحتكم. انت عارف ان مامتك واخواتك ما كانوش في الاول موافقين على خطوبة ناهد، وكانوا هقول ايه بس يا اخي، ما انت عارف. ما هو انا ما اقدرش اسيبهم. هو انت هتسيبهم؟ بس مش اصول تقعد بنت معاهم. والله انا شايف ان اريح لي اقعد معاهم. لكن احنا ما اتفقناش على كده. انا مش ممكن اوافق على. ليه بس يا استاذ عبد العظيم؟ ما يصحش كده. لا يا امين، ما يصحش منك انت تطلب مني حاجة ما اتفقناش عليها. احنا اتفقنا تسكن بره. لكن بقى ظروفي جت كده. ظروف ايه؟ انا مش ممكن اوافق، مش ممكن. قولي لي يا نهدي يا بنتي، تقبلي تعيشي معاه في بيت اهله؟ انا ما وافقتش. خلاص يا بابا، اللي تقوله ماشي. لا مش اللي اقوله ماشي، انا رفضت علشان مصلحتك. مش معقول ارميكي في النار. انت عارفة ان والدته واخواته كانوا عايزين يجوزوه قريبتهم، انت مش عارفة كده؟ ايوه يا بابا. وهو خطبك من غير رضاهم. لكن هم مش وافقوا بعد كده. ايوه لانهم شافوا نفسهم قصاد الامر الواقع. لكن متهيألي ان شعورهم من ناحيتك مش ولا بد. صحيح هو بيحبك، لكن برضو الافضل انكم تسكنوا لوحدكم، مش كده؟ مظبوط يا بابا. انا رأيي كده. الاسرة الجديدة لازم تعيش في بيت جديد، اي بيت بعيد عن اهل الطرفين. يعني ما تكلمتوش في حاجة تانية؟ حاجة تانية ايه اللي هنتكلم فيها اذا كان بيطلب حاجة ما اتفقناش عليها، ثم حاجة مش في مصلحتك؟ خلاص يا بابا، اللي تشوفه. برضو مش اللي اشوفه. المسألة من ناحيتي مش تحكم من غير سبب. عارفة يا بابا. على كل حال هسيبك تفكري وانت حرة. لا يا بابا، المسألة مش عايزة تفكير، انت عندك حق. قلت ايه يا ناهد؟ ما انا راجل كبير اكبر من ابوكي وما يصحش تكسفيني. انا مش ممكن اكسفك يا عم الحاج متولي، انما هقول ايه بس؟ تقولي رأيك بصراحة. انا وسط خير ويهمني انكم تتفقوا. امين شاب كويس ومش حكاية انه يسكنك مع اهله، ظروفه كده. ما انا قلت لك يا عم الحاج، الكلام في الموضوع ده يكون مع بابا مش معايا. انا يا ست غلبت مع ابوكي وفي الاخر قال لي اشوف رأيي. رأيي زي رأي بابا تمام. يعني تزعلي خطيبك؟ بقى ده كلام. امال ازاي متفقين وبتحبوا بعض؟ ما هو كمان مش ممكن ازعل بابا، ما اقدرش، مش ممكن ازعله. ومين قالك ان باباكي هيزعل لو وافقتي؟ انا عارفه ضروري يزعل، حتى اذا كان مش هيبين، انما هيزعل ويبقى عنده حق كمان. يزعل ازاي؟ انا فاهمه بابا كويس.
حولك عليا وهو متأكد ان مش ممكن اخالفه. ثم يا عم الحاج، انت مش شايف ان امين هو اللي غلطان؟ ما اتفقش ليه من الاول على اني هقعد مع اهله؟ يعني لو كان اتفق على كده ما كانش ده يضايقك؟ بتسأل السؤال ده ليه؟ اصل ابوك بيقول انه مش ممكن ترتاحي اذا قعدت هناك، وله رأي كده مش داخل مخي. قال ايه ما يصحش العروسة تقعد مع عريسها ببيت اهله. ما هو صحيح كده. صحيح ازاي؟ انا لما اتجوزت جبت مراتي في بيت ابويا وقعدت مع العيلة كلها، ولما هجوز ابني باذن الله هقعده هو وعروسته معانا. هو فيها احسن من جمع الشمل؟ جايز، بس ظروفي انا ما تسمحش. ظروف ايه بقى؟ بصراحة عيلة امين ما كانتش موافقة على خطوبتي، كانوا عاوزين يجوزوه قريبتهم. يا بنتي ما تحطيش في مخك الكلام ده، خليها على الله، والجواز اسمه ونصيب. انت يا عم الحاج بتلح في الحكاية دي ليه؟ عاوز اقول لك ان امين بعت وصاية الدنيا، لكن الحكاية مش بسيطة. شفت بقى قد ايه بيعزك؟ يعني لو كان واحد غيره ولا ما انتش غالية عنده ما كانش سأل ولا بعت وصاية. انا كمان بعزه، وعشان كده كنت عاوز اعيش معاه لوحدنا بعيد عن العزول، عن اهله. يا سلام على الدنيا. لا ده انت يا عم الحاج جاي في صف امين خالص. اقول لك الحق، انا في صفكم انتوا الاتنين. بقى انا عرفت انه ناوي على نية مش كويسة. ايه يعني هيفسخ الخطوبة زي بعضه كده؟ على كل حال انا عملت اللي عليا، لكن ما فيش فايدة. ابوك بايع وانت بايعة، محدش عارف الحقيقة. كفاية يا عم الحاج، كفاية بقى، انا مش موافقة. على كل حال كتر خيرك يا حاج متولي، انت عملت اللي عليك وزيادة شوية. انا بقى هتصرف. لو تعمليه يعني؟ اخطب غيرها وبسرعة هتجوز. كلام ايه ده؟ وتسيب ناهد كده؟ ناهد خلصت منها النهاردة قبل ما تيجي فسخت الخطوبة. ازاي تعمل كده؟ مش كنت تستنى اما اجي وتشوفني عملت ايه؟ ما انا عرفت انهم ما استجابوش ليك. كفاية بقى، انا كلمت ابوها كتير وبعت له وصايد كتير، وكفاية بقى لحد كده. لازم تكون عندي كرامة. والله يا امين انت ظلمت البنت بالعملة دي. ظلمتها؟ أيوة. اذا كانت هي رخرة بيعاني ومش عاوزة تيجي تقعد معايا في السكن اللي اخترته. هي والله مسكينة يا ابني، موقفها حرج. ده انا سبتها قلقانة وزعلانة ونازلة عياط، وبدل ما تعمل في روحها كده كانت توافق. ابوها قال انه مستعد يوافق اذا وافقت. عبد العظيم قال كده عشان يخلص روحه بس. وبيني وبينك بقى هم عندهم حق. ازاي؟ لانك ما اتفقتش معاهم على انك هتسكنها مع العيلة، وكمان انت عارف موقف العيلة منها. لا 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 يا حاج، ده مش كلام ده. انا بقول لك الكلام ده بيني وبينك بس، انما هناك اديت عبد العظيم جامد وفهمت ناهد كمان انهم غلطانين. كتر خيرك يا حاج متولي. انا شايف انك لو تصبر شوية المسألة تتحل. ثم يا اخي فايه لو تسكنها في الاول بعيد عن العيلة وبعدين تبقى تتفاهم معاها. مش ممكن يا حاج متولي، ثم انا خلاص صرفت نظر عن الموضوع ده. وده معقول الكلام ده تقوله لحد غير الحاج متولي؟ انا عارف انت وناهد بتحبوا بعض قد ايه. على كل حال انا خلاص حددت موقفي في الناحية دي. امين يا امين. ايوه يا ماما، ده الحاج متولي. اهلا يا حاج. اهلا بيك. اهلا. برضه رحت للجماعة وكسفوك، انا عارفاهم. والله الحكاية عايزة شوية صبر وما فيش احسن من التفاهم. تفاهم ايه بقى؟ قال ايه مش عايزة تقعد مع اهله؟ يعني يرمي اهله علشان خاطرها. احنا على كل حال خلصنا منهم، مش قلت له يا امين؟ ايوه يا ماما. ومن بكرة ان شاء الله هروح اخطب